يا حاج، لا مؤاخذة يا ست صباح، ما كنتش اعرف انك هنا، كنت جاي للحاج. لا، ده الحاج عنده مشوار في المغربلين، راح يقضي مصلحة على طول كده وراجع. طب استاذن انا. استنى هنا تعالى. اموري. امر ايه؟ وريني ايدك دي فيها ايه؟ لا بسيطة، ما تشغليش بالك. بسيطة ايه؟ انت ازاي ماشي بيها كده؟ يا ست صباح ما تقلقيش نفسك. لا يا حبيبي ما ينفعش، دي لازم تتطهر، ده الجرح غويط ولازم تتخيط. لا مؤاخذة. شكلي جيت في وقت غلط. غلط ايه وزفت ايه على دماغك؟ بدل ما تجري على الصيدلية تجيب لك جدع حاجة نكتم بيها الجرح. كتر خيرك يا ست صباح، ده جرح عبيط مش مستاهل والله. وبعدين يا صاحبي، واحنا لحقنا نفرح ببراءتك عشان تحط نفسك في حوار جديد؟ ما هو اصل بعيد عنك تلاقيني دم حامي وعلى السخن يعني، وما قبلش العيبة. ولما الحوار يبقى جاي على كرامة ست وراجل كبير لا حول ليه ولا قوة، يتهانوا ويتكسر عينهم قدام اهل حتتهم، ومكان اكل عيشهم يتدغدغ، وما لاقيش شنب واحد في الحته يهز طوله ويقف معاهم. ما حته اكل عيشها الكلام. يبقى كان لازم احط نفسي في الحوار. ما تخافش عليا يا صاحبي، اللي قلبه حلو ما بيبصش هو رايح فين. والمعلم عبد ربه لو كان موجود ما كانش هيلد عليه اللي حصل وما كانش هيسكت. بس انت برضك لازم تاخد بالك من روحك، امك ما حلتهاش غيرك، قلبها يتفطر عليك. شفت؟ اسمع كلام مرات عمي، بتحبك وبتخاف عليك. ربنا يخليك لنا يا ست صباح وما يحرمناش من كرمك. اتكل على الله. خد بالك من نفسك. وانا كمان ماشيه، اصل عندي حبه غسيل معطن هديهم لام عصام تحطهم في الغساله يكش ينضفوا. يا لهوي يا مصيبتي، ايه ده؟ الفلوس بتاعت عرب راحت فين؟ يا خرابي، ده انا كنت عيناهم هنا بايدي. لا حول ولا قوة الا بالله. هيكونوا راحوا فين بس؟ هيكونوا راحوا فين؟ الو. ايوه يا علي، بقولك ايه يا حبيبي، الفلوس بتاعت اخوك عرب اللي كانت في الدولاب انا مش لاقياها، ما تعرفش راحت فين؟ انت مش قلقانه ان الفلوس دي بتاعتي وهو سايبها لي؟ خلاص بقى، انا خدتها ودفعتها عربون المكتب الجديد. تاخدها ازاي يا علي؟ تاخدها من غير ما تقول لي؟ الله، بتتصرف من دماغك يا ابني. بقولك ايه، الفلوس دي ترجع حالا ومن غير ما تنقص ولا مليم، فاهم ولا مش فاهم؟ مفيش فلوس هترجع، ويلا سلام بقى عشان عندي شغل.